في الشرح ده هنكتشف مع بعض عالم جديد ومثير، وهنجاوب على سؤالين مهمين جدا. أولاً، إيه هي اللغويات الحاسوبية دي؟ وتانياً وده الأهم، إزاي الكمبيوتر والموبايل وكل الأجهزة اللي حوالينا بتقدر تفهم كلامنا؟ طيب أكيد كلنا سألنا نفسنا السؤال ده. إزاي برامج زي جوجل ترانسليت أو تشات جي بي تي بتقدر تفهم كلامنا بالظبط؟ ومش بس بتفهم، دي بترد علينا ردود منطقية جدا ومناسبة للموقف. الموضوع ده مش سحر على فكرة، وراه علم كبير. الإجابة كلها في مجال واحد اسمه اللغويات الحاسوبية، أو زي ما بيتقال بالإنجليزي Computational Linguistics. هو ده ببساطة المفتاح اللي بيخلي الآلات والأجهزة تفهم اللغة بتاعتنا. تمام، يبقى خلينا ندخل في أول جزء ونفهم الموضوع أكتر. إيه هي بقى اللغويات الحاسوبية دي؟ يعني نقدر نقول إنها النقطة اللي بتتقابل فيها اللغة مع علوم الكمبيوتر. التعريف العلمي بيقول إنها فرع من اللغويات بيستخدم الكمبيوتر عشان يعالج اللغة البشرية. بس خلونا نقف عند كلمة فهم دي شوية لأنها مهمة. الكمبيوتر مش بيفهم زينا، يعني مش بيحس بالكلام أو يفهم السياق والمشاعر. هو بيتعلم يشوف الأنماط، يعني إيه الكلمات اللي غالباً بتيجي ورا بعض وإيه القواعد اللي بتحكمها. ومن خلال التحليل الإحصائي ده بيقدر يحلل اللي بنقوله ويرد رد يبان منطقي جداً. عشان نبسطها أكتر خلينا نتخيل إنها شراكة بين فريقين. الفريق الأول هو فريق اللغويات، وده اللي بيجيب كل حاجة عن اللغة، القواعد، الأصوات، المعاني، كل الأسرار بتاعتها. الفريق التاني هو فريق علوم الكمبيوتر، وده اللي معاه العدة والأدوات كلها، الخوارزميات، البرمجة والذكاء الاصطناعي. لما الفريقين دول بقى يشتغلوا مع بعض في مشروع واحد، هنا بنشوف النتائج المذهلة. والحقيقة إننا بنشوف نتائج الشراكة دي كل يوم وكل دقيقة في حياتنا. الأوتو كوريكت أو التصحيح التلقائي اللي على الموبايل، المساعدين الصوتيين زي سيري وأليكسا، تطبيقات الترجمة، وطبعاً وحش المرحلة تشات جي بي تي وباقي نماذج الذكاء الاصطناعي. كل دي تطبيقات مباشرة للمجال ده. طيب جميل جدا، خلينا بقى ننتقل للجزء التاني ونشوف الموضوع ده بيتم ازاي على أرض الواقع. هناخد مثال بسيط خالص ونفصصه سوا عشان نشوف الكمبيوتر بيحلل جملة ازاي بالظبط، خطوة بخطوة. الجملة اللي هنشتغل عليها بسيطة جدا: القط يجري وراء الفأر. تمام، جملة سهلة وواضحة لأي إنسان. لكن بالنسبة للكمبيوتر القصة مختلفة تماما، لأن الكمبيوتر في البداية مش بيشوفها جملة، هو بيشوفها مجرد شوية حروف جنب بعض، ألف، لام، قاف، طا، وهكذا، وشوية مسافات بينهم. وهنا بقى بيجي دور اللغويات الحاسوبية، اللي مهمتها تحول السلسلة دي من الحروف لحاجة ليها معنى. العملية اللي بتحصل اسمها التحليل اللغوي الآلي. الكمبيوتر بيمسك الجملة دي ويبدأ زي ما بنقول يشرحها. بيحدد إن القط ده اسم وهو الفاعل، وكلمة يجري دي فعل مضارع، ووراء ده حرف جر، وأخيراً الفأر بيحدده كاسم تاني وهو اللي وقع عليه الفعل، يعني المفعول به، في سياق الجملة دي. بكده بيكون خريطة للعلاقات جوه الجملة. التحليل البسيط ده هو حجر الأساس، هو أهم خطوة عشان الآلة تبدأ تفهم اللغة. من خلاله بتقدر تعرف مين بيعمل إيه والمين وفين، يعني بتفهم هيكل الجملة. ومن غير الأساس ده أي حاجة بعد كده هتبقى مستحيلة. طيب نيجي بقى لآخر جزء، وهو ليه المجال ده مهم قوي اليومين دول وليه بنتكلم عنه أصلاً. اللغويات الحاسوبية دي مش مجرد مادة نظرية أو تخصص أكاديمي في الجامعات وبس، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. في الحقيقة المجال ده بقى واحد من أهم المفاتيح اللي بتفتح أبواب لفرص شغل كتير جدا في عالمنا دلوقتي، اللي كله قائم على التكنولوجيا والبيانات. يعني اللي بيتخصص في المجال ده بيلاقي نفسه مطلوب بقوة في وظائف زي متخصصي الذكاء الاصطناعي، محللي النصوص والبيانات الضخمة، مهندسي الترجمة الآلية، ومطوري البرامج والأدوات اللي ليها علاقة باللغة عموماً. وهنا بقى النقطة المهمة، المتخصصين في اللغة نفسهم عندهم ميزة تنافسية جبارة في المجال ده. ليه؟ لأنهم بيفهموا الحاجات اللي الكمبيوتر بيعاني عشان يفهمها، المعنى، السياق، الفروق الدقيقة في الكلام. والفهم ده هو اللي بيخلينا نقدر نبني تكنولوجيا أذكى وأفضل. فالخلاصة إن أي حد بيحب اللغات وفي نفس الوقت بيحب التكنولوجيا والبرمجة مش محتاج يختار بينهم. المجال ده معمول عشانه بالظبط، بيجمع بين الشغفين دول في مكان واحد. وقبل ما نخلص خلينا نفكر في سؤال: إيه هو أول تطبيق بيجي على بالنا أول ما نسمع كلمة لغويات حاسوبية؟ تطبيق بنستخدمه كل يوم تقريباً ومن غيره يومنا ما يمشيش. لو فكرنا شوية هنلاقي إن التطبيقات دي حوالينا في كل حتة،